انطلقت الجولة 13 من الدوري الوطني بمباراة الشرطة والدرك الباحثين عن تحسين مركزيهما على سلم الترتيب. الشرطة بقيادة مدربه الجديد بابسيك يريد الخروج من دوامة النتائج السلبية التي رافقت الفريق في الجولات الأخيرة، لكنه اصطدم بخصم لا بديل أمامه سوى الانتصار من أجل إنعاش آماله في البقاء ضمن أندية الصفوة. رغبة الفريقين في الظفر بالنقاط المباراة الثلاث ألقت بظلالها على الشوط الأول الذي ظل سجالا بين الفريقين، لكن دون أن تهتز الشباك لينتهي بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني كان الدرك الأقرب لتسجيل هدف السبق، وكان له ما أراد عندما تمكن يوبا سمباري من التسجيل عبر ضربة حرة أطلقت الأفراح الدركية. بعد هذا الهدف بحث الشرطيون عن التعديل، لكنهم اصطدموا بقوة دفاع الدرك الذي ظل صامدا أمام هجمات زملاء القائد سيدي مولاي. يطلق الحكم صافرة النهاية معلنا عن أول انتصارات الدرك بالدرجة الأولى، بما تعمقت جراح الشرطة بعد هذه الخسارة حيث بات قريبا من مراكز الخطر. شريف علي أحمد، الموريتانية الرياضية.